بصوا يا جماعة، جوزي اداني 100 جنيه مصروف كل يوم وقال لي عايزك تملينا البيت بها خير. قلت بس ما بدهاش، خدتها وطلعت على ارخص سوق في مصر. تعالوا بقى شوفوا جبت بها ايه يا فرحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى اخواتي؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. احنا فين يا مامتي؟ احنا في ارخص سوق في مصر، وبجد وعن تجربة الاسعار في السوق ده حكاية. وب100 جنيه هتروحي تملي البيت خير. قبل ما نبدأ كده نصلي على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. السوق ده فين؟ ده سوق المرج، وكل اللي عايز يعرف اسعار سوق المرج هسيب لكم لينك الفيديو في اول تعليق مثبت. بالله عليكم كده احلى لايك منكم وشير وتشتركوا في القناة عشان القناة تكبر باحلى اخوات. تعالوا ما نشوف مشترياتي، اشتريت ايه من السوق ده ب100 جنيه ومليت البيت خير. يلا بينا. بصوا بقى انا روحت اهو شايله ومحمله من الخير، مش هقول لكم، انتوا هتشوفوا دلوقتي المشتريات اللي انا اشتريتها. بسم الله ما شاء الله. هنطلع بقى اول حاجه الكوسه. الكوسه دي عشقي، بعملها بطواجن وبعملها بشاميل وبعملها طبيخ وبحشيها. بسم الله ما شاء الله، بس غاليه. هقول لكم بكام دلوقتي انا جبتها. وجبت فلفل وجبت جزر. بسم الله ما شاء الله. استنوا بقى ما نطلع من قلب الشنطه الحاجات. جبت بطاطس. هتقولي لي بطاطس؟ ده البطاطس غاليه يا مامتي. اقول لكم اصبروا بس، هقول لكم دلوقتي الاسعار وجبتها بكام. وجبت ايه تاني؟ بسم الله ما شاء الله. وجبت خيار. ده الخيار غالي يا مامتي. اصبروا هقول لكم على الاسعار. تعالوا بقى ما نشوف الحاجات دي انا جبتها بكام. هنبدا باول حاجه الطماطم المجننه الناس كلها. بصوا الحاجات دي كلها زي ما كنت بقول لكم ب100 جنيه. ب100 جنيه يا مامتي. اصبروا هقول لكم على الاسعار. بصوا بقى الطماطم دي بتبدا في سوق المرج من 10 جنيه لحد 17 جنيه. انا جبت كيلو ونص ب16. في بياع بيبيعها ب17 وفي بياع بيبيعها ب16. وكل اللي عايز يعرف الاسعار هسيب لكم لينك الفيديو في اول تعليق مثبت. بصوا بقى كيلو ونص طماطم ب24 جنيه. زي ما انتم شايفين كده حلوه. لو انت عايزه يعني ما تقعدش معاكوا هتطبخي بيها على طول، هاتي المستويه ب10 جنيه، يعني هتوفر معاكوا برضو في المصروف. وجبت نص كيلو فلفل ب5 جنيه حامي ورومي هناك في السوق ب10 جنيه. في ناس يا جماعه بتبيعوا اغلى من كده، وفي اسواق بتبيع الفلفل اغلى من كده، ما تعرفوش ليه. بس الفلفل موجود في سوق المرج ب10 جنيه بجوار مسجد البقلي. وهسيب لكم برضو لينك الفيديو كل اللي عايز يعرف الاسعار في اول تعليق مثبت. برضو جبت خيار. ده الخيار غالي يا مامتي. اصبروا بس عليا. الخيار ده الكبير. ايه يعني مش هيعمل سلطة؟ هيعمل سلطة، مش هيقول لا. كبير على قد الحفنة نمد رجلينا. الخيار ده جايباه ب10 جنيه. جبت كيلو ب10 جنيه. ما شاء الله حلو، هيقضي حاله يعني. مش لازم يعني الخيار الرفيع، مش والله بيبقى مسكر عن الرفيع كمان. بصوا بسم الله ما شاء الله. جبت كيلو زي ما قلت لكم ب10. تعالوا بقى بنشوف بقى البطاطس. كلكم بتقولوا لي دلوقتي ده البطاطس غاليه، ازاي تجيبي بطاطس بال100 جنيه وتجيبي ده كله؟ اصبروا بس معايا. بصوا البطاطس دي فيها عيب، يعني الحاجات دي والله من على الوش. انا قطعتها بالسكينه لقيتها من على الوش، يعني مش مغوطه في قلب اللحمه بتاعت البطاطس، لا دي من على الوش. هتقشريها كده وخلاص وزي الفل، مش هيبقى في البطاطس حاجة. بصوا العيب ده من على الوش. والبطاطس جبت اللي قدامكم دي ب15 جنيه. هتقول لأ، كيلو بطاطس ب15 جنيه زي الفل. ليه هنروح نجيبها ب25؟ يعني فيها وفرة 10 جنيه بحالها. وجبت القتة. جبت كيلو قتة ب10 جنيه. قتة كبيرة شوية برضو، مش صغيرة بس حلوة. مش هتقول أنا مش قتة يعني، حلوة ومشيها حالها. زي ما قلت لكم احنا لازم نمشي حالنا وما نعقدهاش، يعني على قد فلوسنا نمشي بيها. جبت كيلو قتة زي ما قلت لكم ب10 جنيه اهي. انا جبت ايه تاني؟ جزر. جايبه كيلو جزر ب5. كيلو الجزر ب5 يا مامتي. ب5 عند محمود هناك جنب نادي المرج بيبيع الجزر ب5 جنيه. هو فيه تكسيرات كده بسيطه بس حلو برضو. مش هيقول انا جزر، لا هيقول انا جزر. هيمشي حاله زي الفل. زي ما قلت لكم كيلو ب5 جنيه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والحاجه زي الفل، يعني فيها حاجات عيب بسيط بس حلوه، هتمشي حالها وهتقضي، مش هتقول لا. وهنوفر وهنمشي حالنا يا جماعه والله، يعني على قد فلوسنا هنمشي بيها. هنعمل ايه؟ الدنيا غاليه على الناس كلها. بصوا بقى الكوسه. هتقولوا لي الكوسه غاليه. ايوه الكوسه غاليه، مش هقول لكم لا. بس الطازه يعني الخضره قوي بتتباع ب30 جنيه. طب وانا ليه اروح اجيبها خضرة وطازة؟ طب ما انا هطبخها. يعني لو جبتها صفرة شوية او كبيرة شوية ما انا هطبخها في ساعتها، مش هتقعد.
وهتبقى رخيصة، يعني هوفر 10 جنيه. دي جايباها ب20 جنيه كيلو الكوسة، زي الفل مفيهاش اي حاجة. وبعدين زي ما بقول لكم ما تشتروش من اول بياع، اسألوا الاول قبل ما تشتروا، وارخص واحد اشتروا منه. جبت ايه تاني؟ بص بقى هنا مفاجأة، الشنطة السمرا دي مفاجأة. وانا يعني مش لازم انا احل على ولادي واجيب لهم حاجة كده يحلوا بيها؟ ايوه طبعا، جبت لهم بطاطا. الله اكبر على البطاطا وجمالها، مساوئ زي ما انتم شايفينها كده، هحارب بيها. البطاطا دي ب5 جنيه بجوار مسجد البقلي. والله اكبر زي الفل. هتقولوا لي ده شكلها غريب وطعم، والله طعمها كان مسكر، والله عملناها مسكرة. في هناك التلاتة ب10، ديت ب5 جنيه، جبت 2 كيلو ب10 جنيه، زي الفل. مش هتقول لأ، يعني هي كبيرة شوية بس مش هتقول أنا بطاطا، يعني هتقول أنا بطاطا. بصوا بقى دي المشتريات بتاعتي، احسبوها انتوا بقى. جبت الحاجات دي كلها ب100 جنيه ومليت البيت خير، والله التلاجة اتملت بسم الله ما شاء الله. اشوفكم في فيديوهات تانية كتير، ما تنسونيش باللايك. مع السلامة.